ايه الادوات اللي هنحتاجها للفكره تانية؟ ورق كرتون، وهنطبع كده اي صور رمضانيه احنا نحبها من على تطبيق بنترست. عجبني الصوره دي كده عليها مسجد وهلال ورمضان كريم، وكمان طبعت الشخصيات اللي انا بحبها لرمضان زي بوجي وطمطم وفطوطه وبكر ورشيده. وكمان هحتاج وشي تيب ومقص ولزق شفاف، ويلا بينا على الفكره. هنعمل النهارده تابلوهات صغيره بطريقه حلوه، وهنحتاج بس صور لرمضان زي ما وريتكم او اي شخصيات رمضانيه انتوا تحبوها. بس كل الفكره ان احنا هنجيب اللزق الشفاف ده، وعشان نحمي الصوره بتاعتنا من اي تراب او اي حاجه هنحط كده اللزق الشفاف بالطريقه دي، وهنمشي على اي صور جبناها وطبعناها بنفس الطريقه. بجد التابلوهات اللي هوريها لكم دي سهله جدا وفكرتها بسيطه ومش مكلفه خالص. انا كده غلفت كده الصوره كلها بنفس الشكل زي ما انتوا شايفين، وغلفت التانيه كده. حركة اللزق الشفاف دي تدي لها كده زي متانة أكتر، في نفس الوقت بتحافظ على الشكل وقت أطول. هبتدي بقى إن أنا أجيب الصورة كده وابتدي إن أنا أفرغها بالمقص زي ما انتوا شايفين. هي كده بقى شكلها بعد ما فرغت الشكل. هبتدي بقى إن أنا أفرغ الصورة التانية بنفس الطريقة. قولوا لي بقى ايه الشخصيات اللي انتوا بتحبوها في رمضان؟ انا شخصيا بحب بوجي وطمطم وفطوطه وبكار، ودايما الشخصيات دي بتحسسني كده باجواء رمضان اكتر من شخصيات فنانيس. مين زي كده مش بيحبهم ولا انا لوحدي؟ اكتبوا لي بقى تحت في الكومنتات، ولو انتم وصلتوا معايا للدقيقه دي ما تنسوش تعملوا لي لايك حلو زيكم وشير لاصحابكم، عشان اقدر ان انا اكمل لكم باقي سلسله رمضان. فرغت معاكم بالمقص كده شكل فطوطه وكمان بتاعه بكار دي، وكمان هفرغ الشكل بتاع طمطم. هنجيب بقى كرتونة كده ونحط عليها الصورة بالشكل ده عشان نحدد الطول بتاع التابلو اللي أنا عايزاه بالقلم الرصاص، وبالمقص كده هابتدي إن أنا أقص كرتونة بالشكل ده. وبعد كده هاجيب عندي فوم باللون الأزرق كده، هابتدي إن أنا أشيل الورقة من ورا لأن هو برضو من الفوم اللي بيلزق، وهابتدي إن أنا ألزقه على الإطار بالشكل ده. وهلزق بقى باللزق البرايت كده الصورة بتاعتي عشان بقى أعمل إطار التابلو بتاعي. هجيب الواشي تيب ده بأي لون انتوا تحبوه، أنا جبت اللون الذهبي ده كده، وهبتدي إن أنا أعمل الإطار بتاع التابلو بتاعي علشان تديني شكل برواز سهل جدا وبسيط، وكمان تكلفته بسيطة ومش هتكلفكم حاجة. هبتدي بقى إن أنا أعمل كده في كل الأطراف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده عشان تديني شكل كده الإطار بتاع البرواز بطريقة سهلة. وده كده شكلها النهائي، هتطلع كده لزق شفاف علشان تحمي شكل البرواز بتاعي، وفي نفس الوقت كده تديله لمعة. ومن ورا كده حطيت الدبل فيس بالشكل ده عشان لما نيجي نلزقه على الحيطة. والنتيجة بقت زي ما انتم شايفين.